اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام البنات، واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتلقاكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية يا رب. واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. واش ديروا مع البرد هذا؟ ليسونسيال حبيباتي، هنا قبل ما نبدا الفيديو تاعنا راح نرحب كامل البنات جدد اللي انضموا معنا. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. هنا البنات اول حاجه نعطيلكم في هذا الدونتيفريس تاع بارادونتكس، هايل هايل هايل، يبيض السنين يا البنات، شي يعجب. انا ما يخطينيش درك سنوات وسنوات راني غير ندير فيه هذا. جربت بزاف، مي هذا هو المخير وهذا هو اللي والمني، سورتو اللي تحب تبيض الاسنان تشري هذا. المهم حبيباتي، هنا راني نوجد معاكم الفطور. اختي قعدي كيما راكي هكاك، بعد روحي الساعه ديري جام قبل ما تنساي، ديري جام وخلي لي كومونتير حلو هكا باه تطلع لا فيديو تاعنا، وكملي تفرجي لا فيديو تاعك وفرجه ممتعه. هذا احسن وقت عندنا كامل، وقت الفطور اللي نقعدوا فيه نبروغراميو فيه واش راح نفوتوا وكيف راح يفوت نهارنا. على بها نحب نشاركو ديما معاكم. نبدا به كما تعرفوا، انا هنا ثاني حطيت قهوه طيب، درت حليب ونخمم واش راح ندير للغدا. قلت طلعت هبطت واش ندير من بعد. بالاخص الناس اللي تحب الماكلة اللي فاست فود واللي سكالوب ماريني راح يعجبهم بزاف بزاف. قولوا لي البنات، حتى نتوما كي تنوضوا الصباح وتفطروا وتخمموا في عقلكم تقولوا ايه احنا حاصلين واش نطيبوا؟ هذيك الماكله طيبناها وهذيك ما يحبوهاش، هذيك درناها، هذيك ماهوش وقتها. سورتو مع وقت البرد البنات نحبوا غير حاجه سخونه. هنا على بالكم هاد الايام نشرب في الحليب ونشرب في المشروبات هذه الساخنه، باسكو الزدرانه لا غريب دايره حاله في الناس، الجو يتبدل، مره هاكي تلبسي مليح مره هاكي تنحي. وصراحه انا قشي ثقيل تاع البرد غير هاد الايام وين بديت نلبسو، هاد الايام وين جبدتو أه بخاسك هذوك الايام كامل رانا نلبسو غير في القش الخفيف. هنا القش غسلته قبل البليل، لا راهو نشف. من بعد قلت خليني نحي بيجاماتي نحيهم من الطريق نطبقهم عليا. وهنا شاركت معكم كيفاه نطبق انا حوايجي. هنا البيجامات راني نطبق فيهم. واش ندير البنات؟ انا ندير باغ اكزومبل تريكو تاع بيجاما، نديرهم اونصامبل، كل تريكو مع فيزو تاعو، ولا كل تريكو مع بنطلون تاعو. هكا باكي نجبد، راني نجبد غير تريكو راني نلقى فيه البنطلون تاع بيجاما، ما نبقاش نستنى. وندير كوتي بيجاما وحدو، البيجامات كامل تاع الشتا مع بعضاهم، وندير القنادر مع بعضاهم. انا في الدار نموت على البيجامات، نلقى راحتي نخدم بيهم، كل شيء ندير بيهم في النهار. وقولوا لي كل وحده تقول لي واش تشتي تلبس في الدار. نحكي كي نخرج هكا مثلا دار شيخي ولا حاجه هاني نلبس القندوره ولا حاجه. مي في الدار نموت على البيجامات، نحب نلبسهم، نحسهم دافيين ومريحين للخدمه. بعد من بعد هنا حبيباتي رحت به ندير الغداء. كيما قلت لكم راح ندير دي ساندويتش تاع سكالوب ماريني، يجي واحد البنه ما نحكي لكمش. هنا واش درت البنات؟ درت 3 كيسان فارينه، ندير كونتيتي تاع ملح انتي ديري حسب الافراد العائله تاعك. ندير مغرف كبيره خميره خبز عاديه. ندير هنا مغرف سكر هكا باش يساعدني في الخمار يتخمر ثمثم. وهنا ندير زيت الزيتون. هذه تاع الطبخ راني صورتها لكم. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي صوري لنا هذا الزيت، راني صورتها لكم، صورت لكم البيدونات تاعها. وهنا اللم بالحليب دافي، هذه هي اللم كما راكم تشوفوا. وانتي ديري حسب كل كاس فارينه راح يخرج لك 2 خبزات، وانتي ديري حسب افراد العائله تاعك. انا راني نلم فيها بالحليب. انا 3 كيسان فارينه داولي كاس ونص حليب، وانتي راكي ديري حسب. هي ما تجيش العجين تاعك ما يجيش يابس، يجي شوي مايل للطراوه باش يجي خفيف ويجي بنين. بارطاجيت معكم هذه الوصفه كي عاد ناجحه وثاني اقتصاديه. انا نحب
نشارك معاكم الوصفات الاقتصادية لكم العائلة الجزائرية يديروها ويحبوها، وما نتقيدش بالامور الاخرى، نقول ندير بالشي اللي عندي. هذا ما كان. هنا خليتها ارتاحت واحد 15 دقيقة، ومن بعد عاودت رجعت لها وخبزتهم، درت البابي كويسون وحطيتهم من الفوق. شوفوا كيفاش شكلتهم، وانتي لك حرية التشكيل كيما تحبي تشكليهم شكليهم. وجبت بيضة وهنا راح نديرها من الفوق. انا راني نخلط فيها باش نديرها باش تعطينا هذيك لا بريونس في الخبز تاعنا. وهنا الفور ديجا راني شعلت عليه على 180 درجة. خليه يسخن مليح باه غير تحطيه تطلع شوية وطيب تحمر تجي تهبل. وندير من الفوق جلجلان وسانوج ونحطها الطيب. وهنا نجيب لي سكالوب تاعي، هو نصف صدر دجاج قصيته كيما تشوفوا كاريات صغار. وجبت لي زيبيت اللي راح نستعملهم والياقوت ناتور وزيت الزيتون. هنا ندير وحده كومبلي تاع ياقوت ناتور، تعطيه واحد لوغو واحد القوام هايل هايل هايل. ولي سكالوب تاعك ما يجيوش خلاص ناشفين، يجيو طريين ويجيو. لا ماريناد هذه البنات هايله، تستعمليها ميم في لي غراتان تجي بنه عظيمه. غير جربوا البنات هذه الوصفه. وهنا ندير 4 مغارف زيت الزيتون. شفتوا هذا الزيت والاخر هيك بعد نقليه، ما نزيد لهم والو كي نحب نقليهم. درت مغرف صغيره كركم. وهنا درت لي زيبيس تاع الدجاج، وانت اذا تحبي تزيدي كشنوكها زيدي. وندير الملح نخلطهم مليح. نزيد الملح البنات وديري لا موطارد. واللي ما تحبش دير لا موطارد ديري نصف عصره تاع حبه قارص، نصف حبه قارص عصريها وخليهم. وكل وين تخليها تقعد لا ماريناد هذه كل وين تجي بنينه نخلطها مليح. وهنا كنت نسيت انا العصره تاع القارص، من بعد رحت جبتها. قادرة توجديها صباح وتحطيها في الفريجيدار، من بعد ديري الخبز تاعك كي طيبي الخبز وسي بون. من بعد كي تحبي، هنا راني زدت البنات العصرة تاع القارص، نص حبة قارص تمدلك واحد لوغو هايل هايل هايل. انا هنا ما طولتش بزاف، غير واحد نص ساعة، خليتها نص ساعة ومن بعد قليتها. انتي قادره تبداي بها هي الاولى، تخليها ترتاح وتروحي تكد كما قلت لكم الخبز تاعك وديري لي فريت وتوجدي كل شيء. من بعد تقليها هي مع الاخر. هنا راني وجدت لا ماريناد تاعي، راح نحطها تتقلى ونحط الخبز تاعي ثاني طيب. هنا راني ديجا شعلت الفور تاعي باه نحطو. هنا ما تزيدي والو، لا زيت لا زبده لا حتى حاجه، رانا درنا مع الاول زيت الزيتون. هكا نقليهم طول. وحطيت ثاني البطاطا تتقلى. وغسلت سلطه. كيما راكم تشوفوا هنا حطيت سلطه. نخلط كلش مع بعضه باش تجيني الخدمه سهله وما نبقاش نحط بالحاجه في لي ساندويتش تاعي. راني حطيت لي فخيت وسلطه. واذا تحبي تزيدي طماطم زيدي، مي الوصفه الاصليه البنات واش فيها؟ فيها الفريت، فيها سلطه، فيها لاصوص الجيريان ولا لاصوص او فرomاج كيما تحبي انتي، والاسكالوب ماريني. هذا مكان وتخلطي كلش مع بعضه يطيب الخبز تعمري. هذا مكان وزدت لها لاصوص الجيريان ديما نديرها في الدار. وراني شاركتها معكم شحال من مره الوصفه تاع لاصوص الجيريان، تجي هايله وبنينه. واذا تحبي ديري صوص ميزون ولا كاش صوص هكا تحبيها زيديها. وهنا نزيد لي سكالوب ماريني معاهم
ونخلط كل شي مع بعضاه. تجي واحد البنة يا البنات ما نحكي لكمش، غير جربوها، وكي تجربوها ابعثوا لي تطبيقاتكم في لي ستوري في الانستغرام وطاقيوني هكا باش نرد لكم ستوري. اللي ما تعرفش الانستغرام تاعي راح نخلي لكم لو لين في صندوق الوصف، رابط الانستغرام. مرحبا بكم من البنات. هنخلط كل شي مع بعضاه. الخبز تاعي راهو واجد كيما راكم تشوفوا فيه البنات، جاي شاهي ما شاء الله، جاي يهبل يهبل يهبل. راني بديت نعمر فيه، هو يجي فارغ. واذا كان فيه حتى هذاك اللب تحبي تنحيه نحيه هكا باه تعمريه مليح مليح بالاسكالوب ولي فريت وسلاطه. كيما راكم تشوفوا البنات انا نحيت غير شويه لب من الداخل، واللي يحب يخليه يخليه، ما هو ما يجيش معمر يعني عجين الداخل. كما تشوفوا حبيباتي يجي خير من برا. اذا ذقتوها البنات راح توليو تعتمدوا على هذا الوصفة، على خاطر صح صح بنينة. هذه هي نعمر كامل ونحطهم، وراح تشوفوها في صحن التقديم كيفاه جا. المهم حبيباتي هذه هي لا فيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، واذا عجبتكم بارطاجيوها مع صحاباتكم وما نطولش. هذه هي لا فيديو جاي ان شاء الله. سلام.